معاكم وراني بلاش ونجري وناقف من 8 متاع الصباح ل 8 من الليل على الجمعيه سي علي، لكن اقفوا معنا. الاسبوع القادم سنفتح ملف النادي الاولمبي للنقل. الجمعه الجايه وعد مني نعطوه المساحه اللازمه، لانه حرام هذا الصرح الكروي في تاريخ كره القدم التونسيه يعيش هذه الاوضاع الكارثيه. مجدش عنا خويا. باش نتواصل مع العربي. الاداره الفنيه على راس المنظر الكبير عملوا قوانين وشروط للمدربين باش يعديوا الكاف برو، بينهم عمار سويح وبوجلبان ومحمد مكشر وكريم دلهوم من الاسماء اللامعه وغيرهم، وهذا حقه باش يحبوا يتطوروا رواحهم ويكونوا عندهم شهاده عليا. لكن فما مدرب تنساه اللي كان يجم يكون هو الاولاني، عنده شهاد، هز الكوب دافريك، هز السوبر كوب، هز دو شامبيونا، تنساه اللي هو عثمان النجار. عثمان النجار كان في عند رام، في اخر يوم وصل له اللي هو مش موجود في الليسته، خاطر لازم 25 اسم. اون كاتاستروف خذا كربة سي فوزي البنزرتي اللي هي باسمه هو، معناها خذا له ريسك باش يهبط بكرهبه وما عندوش حتى الوقت البريمي معاه والاوراق، هبط في الليل في اخر وقت باش يدافع على حقوقه. قابل حسين جنيح كان متفاهم الحقيقه، وراه الشهاد الكل، قال له انا مش معقول المدربين اللي موجودين مع احتراماتي اليوم ما عندهمش لي بوان. وكان في المنتخب زاد. اي عنده دي بوان، هو يكون الاولاني يلقى روحه مش موجود، وهذه غلطه سيمون ذا الكبير. افكتيمون رجع في الليسته، شكون مشى فيها الضحيه؟ محمد البساني. محمد البساني تنحى واللي هو كان موجود في 25. هنا المشكل نتذكروا عامين ولا اكثر وقتها شكري الخطوي زاد وديع جري. علاش زادوا؟ عنده علاقات مع الكاف تتزاد وتعدى، خاطر هي 25 حتى 26. اليوم دور الجامعه بندورها باش ما تقصيش محمد المساني، خاطر مش معقول تحط انت مدرب في ليسته ومن بعد تنحيه. وحقيقه عثمان النجار حتى واحد ما ينحيها، لكن اليوم الجامعه خدم علاقاتك وضيف محمد تمساني، ما تخليلوش نقطه كحله. وحرام وحرام غلطه يتحملها منذر الكبير. من الاول وقت تاخذ الملفات تشوف وتعطي كل واحد حقه. مجد سامعني باش نضيف لك سي صالح ما هوش ديبا، ما عادش خذينا 7 دراج في الدخله. مش ديبا فما بخلاف زوز مدربين اللي ذكرتهم، فما 4 مدربين اخرين عملوا الركور لنادي الجامعه، لانه راهو في رواحهم كيف تظلموا وما اللي هم الاربعه. سامحني مش هذه اللغه. سي تلمساني راني في الناسيونال عنده 3 ولا 4 سنين، رانا جمعيات في الناسيونال. سي النجار نحبه ونحترمه، عمره ما شد مدرب اول. لا شد. وين؟ شد وقت هو يراني ما عندوش دبلوم معين. لا خليني نكملك عاد تسمعني. اسمع هذه اسمع خليني مثال. لا هي موسى الحاج لانه تخرج الكونترا سي النجار المدرب الاولاني وقتها عثمان النجار مش معين الشعباني. سي النجار سامحني سي النجار هز الاوراق سي المنظر الكبير، قال له انا هز الكوب دافريك وانا هز البطوله العربيه. مدرب اول. ومعين شعباني ومعين شعباني. معين شعباني نعرفوا يعني على الورق هو مدرب اول. ولا ورق وبلا معين شعباني احسن مدرب في تونس. لا تقول لي ورق بالمنطق معين الشعباني احسن مدرب في تونس. ما قلناش يعني على معين يا عربي. وين مشيت؟ وين مشيت يا عربي؟ لا نحكي ما قلناش على معين احنا ما قلناش عثمان مع معين. سيدي قاعد يبشر في ما تزيدش البعيد. ما قرناش معين مع عثمان. خذاو حق قلنا حاجه، انا قلت حاجه اللي وقتها هو مدرب الترجي. سامحني بعيدا عن المقارنه وبعيدا عن الحسابات الضيقه ومن غير عاطفه، محمد التلمساني معروف كمدرب اول، عثمان النجار معروف كمساعد مدرب. مش تقول لي هو قدموه وقت على معين كمدرب على الورق مش هو المدرب الاول معين الشعباني. وضم صوتي صوتك افضل مدرب في تونس ومن افضل المدربين في الكره العربيه. من الناحيه القانونيه عثمان النجار وقتها هو المدرب الاول. من الناحيه القانونيه والاخلاقيه ما عندكش حق تحكي محمد تمساني. اخلاقيه الناس كل تعرف. مش هذا موضوعنا، مش هذا موضوعنا. المكتب الجامعي يبحث عن حل لارضاء الجميع. 26 واحد وسي صالح قال لك فما 4 زاده يحتاجوا، وهنا مشكله كبيره. لا من المدرب هنا في الناسيونال فما ناس تحس فما سياسه المكيالين نتاعنا نرضيهم وغيرنا من مشكله. يا صاحبي مع هذه المقارنه، رانا الاولمبي الباجي في الناسيونال ورانا الملعب القابسي في الناسيونال وخدم في نلقى روحه زاد البر. زاد مشاكل محمد الكشري ما حطوش فيه.
ورانا الملعب التونسي واضح واضح. اي سي نرجعوا له ما ادراك. ما يلزموا هذا مساحه زمنيه خاصه الموضوع هذا. تفضل شعلنا مكرم نكمل. صاحبي والله دائما لبست المرايات باش يبات لا معناها. والله شيء نحب نعاود نشكرك على الموضوع اللي طرقنا له الجمعه اللي فاتت تاع مراكز تكوين الشبان، خاطر خذا صدى كبير اكثر من هيك، زاد دورت اكثر مشاكل. معناها نحن نطرقوا الموضوع مش نحلوا المشاكل مراكز تكوين الشبان، لكن لاحظنا زادت المشاكل. اليوم فما حاجه صاحبي في مراكز تكوين الشبان وبين الفرق، وهي متفشيه بصفه غريبه، هو التجاره في القصر. وهذا جت فيها نصوص قانونيه من الاتحاد الدولي، الماده 19 من لوائح الفيفا بشان اوضاع وانتقال اللاعبين، يقول لك لا يحق لاي نادي ان يفرض منحه خروج ماليه على اللاعب قاصر، واي مقابل مالي يترتب فقط عند توقيع اول عقد احتراف تحت عنوان منحه تكوين. يعني اقل من 18 سنه ما عندكش حق حتى جمعيه تاخذ حتى فرنك، يخرج حطيته في الليسته يلعب معك، ما حطوش في الليسته يمشي تعطيه اوراق ويمشي اي جمعيه. اكثر من هيك القانون التونسي اكد على حمايه الاطفال. القانون الاساسي عدد 61 سنه 2016 متعلق في منع التجاره بالاشخاص ومكافحه حمايه الاطفال من كل اشكال الاستغلال. شو يقول لك؟ تعتبر وزاره المراه والاسره والطفوله اي شرط مالي او تجاري مقابل خروج لاعب قاصر يعد استغلالا تجاريا واتجارا بالاشخاص. هذايا قانون تونسي. وذوما راهو اذا واحد ما يطبقش جمعيه ما تطبقش، تمشي الفيفا تمشي في منع الانتداب، في خطايا ماليه، تمشي حتى في معاقبه المسؤولين تاع الفريق هذايا. مرعنا اليوم نلقاو جمعيات رياضيه تمنع الصغيرات باش يمشيوا فريق اخر بالرغم اللي ما حطوهمش في القائمه. اليوم عندي لاعب اني عمره 13 سنه ياخذوا عليه في مركز تكوين النجم هذه الساحلي 5000 دينار مقابل شنو؟ يقول لك بريم دو فورماسيون. وقتها هو القانون الدولي وقانون التونسي المقتبس من قانون الفيفا وقانون بتاع وزاره المراه والاسره يمنع الشيء هذا. اكثر من هيك ثم لاعب اخر عمره 16 سنه ما حطوش في الليسته يطلبوا عليه 15 مليون. يقول قايل انت مكرم اللقام تو تفرش في غسيل الجمعيه. لا، اليوم اتصلنا برئيس الجمعيه باللجنه القانونيه وبالكاتب العام وبرئيس مركز تكوين الشبان وبالهيئه بكلها. لا حياه لمن تنادي. واللاعب هذايا اليوم التجا طبيب نفساني خاطر هو يقرا سبور ومش قاعد يترنى، ما حبوش يعطيوه اوراقه، قال لك الا بتدفع 15 مليون. اليوم مش معقول اللي صاير في جمعيتنا، واللي جمعيه مركز تكوين الشبان من اقوى مراكز التكوين الشبان في افريقيا، كان اللي خرج حقي والشرميتي وعمار الجمل وما اللي هزوا الشامبيونز ليج كل خرجوا مركز تكوين الشبان. اليوم عندنا 3 سنين ما خرجش اللاعب. المسؤول اللي شاد مركز تكوين الشبان او المسؤولين، اليوم كي انت تتمرد من حقك تتمرد على رئيس جمعيتك، العسل اقوى من سيده، وهذه امور داخليه تتصرفوا مع بعضكم، ما عندكش حق تتمرد على قوانين الدوله. اليوم قانون الدوله يمنع. اكثر من هيك ثم عقوبات سجنيه اصلا في التجاره في القصر. وزاره المراه اكدت على الجانب الرياضي. 2016 كي يقولوا يجبدوا يا صاحبي ارتيكل 61 يجبد بالاسم، يقول المجال الرياضي، خاطر ثم صغار معناها قضوا لهم على مستقبلهم. عندي مشكل مع سي صالح وما نعطيكش الوراق بتاعك، خليه يقعد عامين بطال، يمشي للدروغ، يحرق، يمشي القهوه، يولي في الكيف، ما يمنيش فيه. اني خاطر عندي مشكله مع عم صالح يلزمني نقضي له على مستقبله. اليوم شباب